بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهد الكريم لشبكة سلام الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة التاسعة في برنامج مع اللغة العربية. عنوان الحلقة عزيزي المشاهد: اللغة ومكانتها في المجتمعات أو قوتها في المجتمعات. وقبل هذا وذاك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم ويمتعنا بالصحة والعافية، وأن يسترنا في الدارين، وأن يحقق أمانينا فيما يحب ويرضى. ثم إن حب اللغة العربية شيء من الإسلام، وشيء مما أمر به الدين الحنيف. لذلك نحن في هذا البرنامج وضمن حزمة البرامج التي تتابعونها من شبكة سلام الإعلامية نهدف إلى تسليط الأضواء على ما هو نافع للناس في دينهم ودنياهم. وحقيقة في مسألة اللغة، وتحديدا اللغة ومكانتها في المجتمع الإريتري، هذه واحدة من الأدوات التي استخدمتها كل الأنظمة الاستعمارية التي تعاقبت على إريتريا، بما فيها الطغمة الحاكمة الآن في إريتريا. كيف وظفت موضوع اللغة وخلقت شيئا مما نعايشه نحن، وحاربت أشياء كثيرة. اليوم ارتأيت سادتي أن أتحدث عن دور اللغة، أو كيف يمكن الحكام لأدواتهم الحكمية وسلطتهم سواء كانت عسكرية أو مدنية من خلال اللغة. وأي مجتمع عزيزي المشاهد الذي لا يتصالح مع موضوع اللغة، بالذات مثل هذا المجتمع، مجتمعنا الإريتري، وإن كان هو مجتمع قليل العدد لكن كثير اللغات، كثير القبائل، متعدد الإثنيات والعرقيات والخلفيات. ولذلك يعني مكانة أو موضوع اللغة هو موضوع خطر، وفي نفس الوقت وظفه كل المستعمرين لإريتريا. ومن هنا ارتأيت عزيزي المشاهد أن أتحدث عن هذا الموضوع في هذه الحلقة، وهي الحلقة التاسعة، وآمل أن تأتينا تعليقاتكم وإفاداتكم ورؤاكم فيما نبثه من برامج. ودعوني أقول عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، منذ أن جعل الإنسان خليفة في الأرض، كانت وما تزال اللغة بوابة معرفته بالأشياء، ومن ثم مفتاح تكوينه الفكري، وأخيرا طريق هدايته أو ضلاله، ثم أصبحت أخيرا وسيلة المنعة والسيطرة الحكمية دون حدود. والمشاهد من حولنا كثيرة. وكما بدأ بسط المعرفة والفكر لغويا، ها هي شعوب وفي غياب إرادتها الحقة نراها وقد تبنت لغات من بيده غلبة القوة السياسية والسطوة العسكرية والهيمنة الاقتصادية والثورة العلمية، دون تمييز بين عالم أول وعوالم هي في ذيل القائمة كما يتراءى للناس. ولكن نحن في أمة الإسلام نحن نؤمن على أن البشرية سواء. التطور الاقتصادي والتطور العلمي والتطور التكنولوجي ليس مقياسا، ولكن مقياسنا نحن هو التقوى. ومعيار التقوى هو معيار التفاضل بين الأمم. ولكن هذا العالم الذي نعيشه
قسم العالم إلى عالم أول وعالم ثاني وثالث وما إلى ذلك. وأعود إلى موضوع قوة اللغة في تنفيذ السياسات وتسخير السلطة السياسية، تسخيرها لقضية اللغة وفرضها على الناس. أقول دون محاكمة قهرية لغوية، مع تأكيد متعمد أن للغات جبروتها فكرا وثقافة وحضارة كذلك، وفي متزامنة مع شفقة مستحقة لكل من يحاول ترسيخ عبارة أن للغات، أي أن اللغات ما هي إلا وسيلة للتواصل مع الآخر فقط لا غير. هذه أكبر أكذوبة مارسها السياسيون على الشعوب. يقولون اللغة هي مجرد وسيلة للتواصل فقط، مع أن اللغة تحمل ما تحمل من ثقافة وكينونة وعقيدة ومواقف. نحن في الإعلام نسميها بالاتجاهات، والاتجاهات تشمل أشياء كثيرة، منها المواقف والعادات والتقاليد وكذلك المعتقد، وتدخل فيها كثير من الأشياء. هذه تسمى باتجاهات. ولذلك اللغة تحمل في أحشائها الكثير وليست مجرد تواصل. وزي ما تابعت في الترويج الذي قمنا به لهذا البرنامج قبل بدء البث أو قبل أن تبدأ حلقاته الأولى، كنا أشرنا إلى بيت الشعر، وهو يشير إلى مكانة اللغة، فيقول: الحي حي من حياة لسانه، أي لغته، فإذا أبيد من اللسان أبيد. ولذلك طالما هي اللغة الحي حي من حياة لسانه، الإنسان يحيا بلغته، وإذا أخذت منه هذه اللغة فهو في عداد الموتى والذين لا يعيشون. ورغم أن جمعاً مقدراً من علماء اللغة يؤكدون أن اللغة عبارة عن أداة تستخدم للتعبير عن الأفكار من خلال أصوات كلامية مكونة من كلمات، بحيث تعبر الجمل عن الأفكار الموجودة داخل الإنسان، كما يرى هنري سويت، وهو واحد من علماء اللغة الغربيين. وطالما أنها تحمل أفكار، حتى لو أخذنا بهذا التعريف الذي تقدم به ذلك اللغوي، طالما أنها تحمل أفكارا أيا كان مستواها، متقدمة كانت أو متأخرة بالمفهوم اللغوي، فإن لها ما لها من قدرة على اختلاق جيوش جرارة، وعليها أيضا ما عليها من نسخ لغات أخرى وقضاء استحقاقات أفكار أخرى على غرار ما يمارس بحق من استكرهوا على تبني لغة دون غيرها جبراً لا اختياراً. وغالباً تفرض اللغات على الشعوب من قبل السلطة الحاكمة جبراً وقهراً وكرها لا اختياراً وإرادة. وكما يلاحظ في كثير من عوالمنا المعاصرة، فإن المماحكة اللغوية في جوهرها تكمن في صراع السلطة والمنع بأدواتها ومعاويلها، أي تكمن في اللغة أيا كانت تلك اللغة وإلى أي أسرة تنتمي. فللغات أسر كما للبشرية أسر وقبائل وشعوب، وللغات أيضا قوميات وأسر وما إلى ذلك. واللغة العربية من نافذة القول نقول أنها تنتمي إلى اللغات السامية. وقد أشرت في واحدة من هذا البرنامج أن 5 لغات هي مصدرها منشأها واحد، منها اللغة العربية. ونحن في إريتريا نعتز ونفتخر على أن
لنا يعني 3 لغات هي من أصول سامية: اللغة العربية، واللغة التجرينية والتجرايت، ثم تدخل معها من خارج الحدود اللغة الأمهرية، وتذهب خارج الحدود البعيد اللغة العبرية. هذه ال5 لغات هي من قبيلة واحدة، اللغات السامية، هكذا يسميها علماء اللغات. وقد يبدو عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة شيطان وصلف اللغة أكثر حدة عند الشعوب التي اصطرعت وتباينت منذ ميلادها على حلبة اللغات، رضيت أم دفعت إلى ذلك، كما هو في بلادنا الحبيبة إريتريا. الاصطراع لم يكن اصطراعا يعني من الشعوب بقدر ما كان اصطراعا من الذين تنفذوا وأمسكوا بزمام سلطة الحكم وسطوته، سواء كانوا من داخل الحدود أو من خارجه. نعم، يعني الشعوب التي اصطرعت وتباينت منذ ميلادها على حلبة اللغات رضيت أم دفعت إلى ذلك على خلفية أو نتاج عوامل ومسببات ذاتية أو غير ذاتية، لتكون النتيجة أو لتسود لغات حتى وإن لم تحمل في جعبة قاموسها ما يؤهلها إلى حظوة السطوة أو ما يؤهلها إلى القيادة المحضة، مثل ما حدث في كثير من بلاد الله الواسعة العريضة ومنها إريتريا أنموذجا. الآن شئنا أم أبينا هناك لغة واحدة هي ممسكة بزمام الأمر حكما وإدارة وتفاعلا وحياة في إريتريا: اللغة التجرينية. نحن لسنا ضد اللغة التجرينية، ولكن لا يمكن أن يعيش المجتمع حياة طبيعية وهنالك صراع لغوي. وغاية الصراع في إريتريا يعني حتى لو أخذ شكلا سياسيا وشكلا عقديا أحيانا وشكلا جغرافيا وحتى أشكال تنظيمية، لكن حقيقة الصراع هو صراع لغوي من الدرجة الأولى. وأي تصالح في هذا المجتمع أو أي مستقبل يعني نود أن تترسخ قواعده في المجتمع، لا بد أن تنشأ مصالحة وتصالح لغوي في المجتمع من قبل الجهة المتنفذة. المجتمع الإريتري ليس لديه مشكلة في التعامل واللغات، حيث يعني هناك مدن عديدة، وهناك حتى في الأرياف ليس هنالك في إريتريا مدينة تتحدث لغة واحدة أبدا، كل المدن تتحدث أكثر من لغة. لو أخذنا مثلا مدينة كرن نموذج، يعني في مدينة كرن يمكنك أن تتحدث كل اللغات الإريترية، بدءا من اللغة العربية إلى اللغة التاسعة في إريتريا. يبقى الشعب ما عندوش مشكلة في التعامل مع اللغات، ولكن الذين يتحكمون في إدارة الحكم والبلاد هم يستخدمون هذه الوسيلة في المنهج التعليمي، في الحكم، في الإدارة، فقط لتحقيق أغراضهم وتشتيت المجتمع وخلق نعرات فيما بينهم. وهذا ما نشاهده في إريتريا الحبيبة. نعم، هنالك الآن سطوة بتاعت قبضة حكمية، ولكن لو تنفس الناس السعداء وبدأوا يعبرون عن أشياء سيتحدثون عن المشكل اللغوي الذي وقعت فيه إريتريا من حيث لا يدرون هم، ولكنهم يعلمون أي الشعب وقعت فيه في حبائل اللغة والسطوة والهيمنة والسيطرة والتهميش، إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة، حتى أفرزت مجموعات لا يعني أعدادها لا يستهان بها، تستهجن وتستغرب وتنفي
أن تكون هذه اللغة التي نتحدث بها واحدة من اللغات في إريتريا. يعني وصل الشطط والجنون إلى هذا الحد. يعني يقول لك المجتمع الإريتري ده ما عندوش علاقة باللغة العربية. يبقى هنا مشكلة حقيقية لو لم يتم تصحيح مثل هذه المفاهيم. لا يمكن أن، حتى لو حلت المشكلات الأخرى، لأن اللغة هي مفتاح الاستقرار والتعايش والتواصل بين فرقاء الوطن وشركاء الوطن الواحد. وخلونا ندخل بتفصيل أكثر أعزائي المشاهدين والمشاهدات الفضليات، وأنتم تتابعون هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من شبكة سلام الإعلامية. ندخل ونقدم نماذج. فالذين فتحوا إريتريا، سواء كان صفقة أو انتصارا أو استغفالا أو تحريفا لمواضع وفاق وطني علمت أو ظنها أهلها هكذا، وعلمت بضرورة ثورية نضالية فقط لا غير، كل أولئك نشروا لغاتهم وعلى صهوة جيادها المنحرفة الزاحفة أركبوا الخلق قهرا وساقوهم إلى مضمار اللغة العميقة، أي الثقافة بمعناها الواسع. لو راجعنا كل الأنظمة التي مرت على إريتريا بما فيها هذه الطغمة الحاكمة في أسمرة، يعني سنرى ذلك أنه أي حاكم نشر لغة محددة، وما يستغرب له وما يستعجب أن يكون النظام الموجود الآن على شاكلة المستعمرين. الإيطاليين نشروا اللغة الإيطالية وعملوا ما عملوا وحاربوا كل اللغات المحلية، ذلك طبيعة الاستعمارية. ثم جاء البريطانيون أيضا نشروا تلك اللغة المعروفة. ثم جاء الإثيوبيون كمستعمرين، سواء كان عبر الفيدريشن وإلغاء وما إلى ذلك، وساقوا الخلق والبلاد والعباد كلها، فرضوا اللغة الأمهرية تحديدا من بين اللغات الإثيوبية الأخرى. ثم جاء هذا المستعمر الأخير ولحاجة في نفسه وتأكيدا على أن لا سلام لهذا المجتمع، أيضا هو نشر لغة واحدة وهي اللغة التيغرينية. ليس هنالك خصومة مع اللغة التيغرينية إذا ما كانت هناك لغة على الأقل رديفة بتجمع عدد من اللغات لاعتبارات دينية جغرافية تاريخية وما إلى ذلك. هذا شيء طبيعي وهي لغة من بين اللغات. لكن أن تسود لوحدها بالقهر والإجبار والإكراه، ثم يتم التدليس على ذلك على أن اللغات كلها متساوية، هذا فعل لا يفعله إلا المستعمر، وقد فاق أولئك المستعمرين كلهم هذا المستعمر الموجود. ولذلك قد تكون مقبولة أو مبررة للمستعمر، ولكن أن تمارس عليك من بني جلدتك ويتم تحريف حقائق هي على أرض الواقع، بل ليس تحريفا بل إعلان حرب شعواء معلنة جهارا نهارا، وتمارس على مختلف الأروقة في محاربة العلماء ومحاربة اللغة العربية ومحاربة كل من له علاقة بهذه اللغة. هذه مسألة يعني أبعد من أن تكون هي فقط للهيمنة. ولذلك يعني الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. ورحم الله الشاعر الذي أتحفنا بهذا البيت. ونحن نتحدث عن المجتمع الذي فيه عدد من اللغات، ينبغي أن يكون هنالك استفتاء ورضا تام. ولنا خلفية وتجربة شعبنا الأبي أنه في الخمسينيات حسموا مسألة اللغة، وكانت المسألة يمكن أن تؤدي إلى بر الأمان بهذا المجتمع المتصالح المتسامي المتعافي دوما، يعني اللي هي اللغة العربية واللغة التيغرينية كلغات رسمية للبلاد. يعني لولا شيطنة
المستعمرين وشيطنتهم للمجتمعات، يعني خلونا نقول بصريح العبارة أن المسلمين في إريتريا يلتفون في هذه اللغة. ودعك من تلك الآراء التي أفرزتها تلك الفترة المنحرفة والفترة غير الطبيعية في المجتمع الإريتري، حيث يطالب كل مجموعة تطالب بلغتها، وفي وحدين دارين انتموا إلى جهات حتى إلى مشاريع استعمارية قديمة. أنا أعتقد هذه مسألة لا يمكن القياس عليها، لكن المسلمين كلهم ملتفين في اللغة العربية لأنها لغة دينهم الحنيف. وعندما نقول حتى بالمجتمع، إذا ما جينا المجتمع القوميات التسع أو العشر سميه ما شئت، فإن يعني أعتقد أنه اللغتين هي كانت كافية للمجتمع الإريتري، وهذا لا يعني انتقاص اللغات الثانية حقوقها يتحدثوا بها، يتعاملوا بها فيما بينهم في مجتمعاتهم، لكن اللغات الرسمية، اللغة العملية للمجتمع هي اللغة العربية واللغة التجرينية، وهذه لم تأتي من فراغ ولكن نتيجة لمعرفة المجتمع الإريتري، معرفة دقيقة جدا جدا. والله حتى المستعمرين احترموا هذا الخيار، وحتى لو لم يعلن كانوا يستخدموه وتعاملوا معه بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت مارسوا هيمنتهم وسيطرتهم على البلاد والعباد، إلا هذا المستعمر الأخير الذي لحاجة في نفسه حتى يضيع أي أمل لهذا المجتمع، ففرض لغة واحدة. حتى فرض تلك اللغة أصبحت مهدد ومشكل بالنسبة لأصحاب اللغة ذاتهم، على الرغم أنه من تجربة المجتمع التي مورست في المجتمع الإريتري، وحتى التجربة بحد ذاتها والمسخ وكذا في داخل المجتمع، هو الآخر لم يثمر لا من خلاف، ولم يقضي على الخلاف، ولم يجمع شمل هذا الوطن إلى مائدة مستديرة. ولذلك عندما ساقوا الخلق إلى مضمار اللغة العميقة أي الثقافة بمعناها الواسع، سادت إمبراطورية الكلمة في ثوبها اللغوي حكما وتبيانا لكل شيء، وإعلاما مدفوعا برؤى أحادية، وظف توظيفا غير أمين، ومنهاج تعليم في غياب التربية والتوجيه، وفي أتون ذلك الاصطراع، وبالضرورة التواقفية بمعنى كون الشيء موقوف على الآخر، تراجعت مكانة لغات أخرى. عندما تهيمن هنالك في تراجع للغات عديدة، كما تراجعت من قبل عدد من اللغات. على سبيل المثال اللغة السنكريستيتية تراجعت بعد أن سادت في شمال الهند حتى وصلت إلى منطقة جاوا واليابان، أو على نمط الصراعات الأخرى التي أدت إلى لغات عديدة، أي ولادتها كما في أوروبا الحديثة. حتى أوروبا هذه لم تكن هذه الصراعات وبتاع، وخلقت هذه اللغات التي نراها، إلى أن سادت اللغة الإنجليزية على سبيل المثال للحصر. هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة ما يشير بأن لغات المستقبل مثلها مثل لغات الماضي سوف تكون مليئة أيضا بالمفاجآت، على رأي كتاب كثر مهمومون بأمر اللغات وسطوتها في المجتمعات. عزيزي المشاهد، متابع برنامج مع اللغة العربية من شبكة سلام الإعلامية، أحييك مرة ثانية ونحن على خواتم هذه الحلقة. فنأتي ونقول إن موضوع اللغة في إريتريا أخذ المناحي المذكورة ضمنا أو صراحة في الهيمنة والصراع والاصطفاف وتوظيف اللغة، التوظيف السياسي والتوظيف العقدي والتوظيف المناطقي، بل الأخطر من ذلك تخطاه وتعداه إلى ما هو أخطر من سطوة
السلطة والاستئثار بالحكم. بمعنى أكثر وضوح، يعني مفهوم اللغة الآن شكل شهادة للولاء والبراء والبسطة والجبروت، وأداة إلى دق إسفين وسد بين الفرقاء في الوطن الواحد. في وحدين يقولوا لك عديل كده، أنت ما بتعرف تقرنيا معناه أنت ما إريتري. وعلى الجناح الآخر برضو يعني ما التطرف يخلق تطرف يعني. وفي مجموعة أخرى كفرت إنه التقرنيا دي ذاته ما حقنا ذاته. وبين هذا الإحساس وذاك، فالذين رفضوا أمر اللغة التقرينية وإريتريتها، هذا قد يكون هو مجرد شعور وعواطف وانفعال، رد فعل لما هو مشاهد، لكنهم هذا الإحساس لم يمارس على أرض الواقع أو سلطة وحكما وإدارة. لكن الرأي الآخر الذي نفى كل اللغات، وعلى رأس هذه اللغة التي نتحدث بها اللغة العربية التي نصت عليها الاتفاقيات المجتمعية في الشعب الإريتري وفي البرلمان 52، يعني أولئك الناس لم يأتوا من المقاهي والشوارع وكده، كانوا هم الطبقة المستنيرة في المجتمع آنذاك، وفيهم يعني قادة الرأي، ويكفي أن مجموعة منهم هم قادوا مسيرة الكفاح للشعب الإريتري، وبالتالي تفاكروا وتدبروا أمر شعبهم فحددوا هاتين اللغتين. ولم يكن هنالك صراع أكثر من أنه كان رفض للغة العربية فقط، ولكن لم تفرض لغات، أو أصحاب اللغات الأخرى لم يطالبوا بذلك، حتى وإن كان يعني بعض الناس يقولون من هنا وهناك، ولكن الوثائق أنه هو الصراع كان أنه يعني رفض اللغة العربية ليس إلا. ولحكمة سبحان الله يعلمها الله، فإن الدستور، دستور 52، منصوص أن اللغات الرسمية لإريتريا العربية والتجرينية، حتى العربية جاء قبل التجرينية. ولذلك يعني أولئك الذين يرفضون الآن التجرينية لم يمارسوا الهيمنة والسلطة، لكن الذين تمسكوا بالحكم طوال هذه الفترة من 91 لحد اليوم 30 عاما، يجافي الحقيقة من يقول هنالك لا توجد هنالك سيطرة للغة واحدة والتجرينية. ونقولها بصراحة، هذا رجل أو امرأة أو رأي لا يعرف الواقع الذي تعيشه إريتريا. هنالك سيطرة وهيمنة وتجرنة ودفع الناس إلى لغة واحدة. هذا واقع غير طبيعي. صحيح قد يتخطاها الإنسان ويعرف وتفرض عليه أشياء ويعرف كده بتاع، لكن نحن نتحدث عن مستقبل شعب وأمة فيها تعدد إثني وتعدد قبلي وتعدد عقدي ومناطق وما إلى ذلك. فالحقوق لا تقضى عليها بهذا الشكل أيا كانت المسببات والأسباب. وكل المبررات التي كانت ترمى على وجه الوطن والشعب هي مبررات واهية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. ولذلك أخذ موضوع اللغة في إريتريا مناحي بعيدة وخطيرة جدا جدا، إلى أن أصبحت شهادة للولاء والبراء والبسطة والجبروت والمواطنة. هذا شيء خطير، وأداة طالما المسألة ماسوية اتخذت أداة إلى دق إسفين وسد بين الفرقاء في الوطن الواحد. بالتالي تجاوزت العبارة التقليدية سالفة الذكر المفتقدة إلى أب شرعي. اللغات هي مجرد تواصل بين الشعب والأمم. لا، اللغات ليس مجرد تواصل. واقعا مشاهدا في إريتريا عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، تفرقت الألسن، ومع تفرق الألسن تتفرق الرؤى وتتفرق، يعني هو الاختلاف موجود يعني، لأنه يعني حتى ربنا قال في كتابه العزيز
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. لكن أن تصطرع وتنشأ هذه الخصومات، وما هذه الصراعات التي نشاهدها على السوشيال ميديا والإعلام الحرام والإعلام الحلال وما غير ذلك، هو نتاج لهذا السطو وهذا التحريف الذي تم في وجه الوطن، وعلى رأسه موضوع اللغة. بل ليس تفرق ألسن فقط، بل تمزقت فرقا لا تجمعها حتى الشعارات الطوباوية الهلامية، منها مساواة اللغات أو اللغات في إريتريا كلها متساوية. هذه أكبر أكذوبة مارستها هذه الطغمة الحاكمة، أن اللغات كلها متساوية، وهي لا متساوية ولا هم يحزنون كما يقال. تلك التي استهجنها العوام، تلك الشعار أن اللغات متساوية، مساواة اللغات في إريتريا، استهجنها العوام شيبا وشبابا، فضلا عن النخب وقادة الرأي، إلى أن غدت مسحا ساذجا من الاستهتار السياسي، وأيقونة مشروخة في النسيج اللغوي الذي يستعصي رتقه على الأقل في هذه المرحلة. كيف يتم رتقه؟ هذه مسائل نحن في الإعلام لا نطرح لها معالجات أو حلول عفوا، ولكننا نطرح المشكلة ونبحث لها عن معالجة. بمعنى الإعلام لا يحل المشكلات، ولكنه يعالج الأزمات، يعالج المشكلة، يعني يطرحها يفسرها ويحللها، لكن المسألة متروكة لقادة الرأي والعلماء والنخب، وفي نفس الوقت المفكرين والجهات التنفيذية وكذلك التشريعية. لو كنا نعيش الحياة الطبيعية كان يمكن أن يأتي أولئك ويتشاوروا ويضعوا شكلا من أشكال الحكم، ولكن أولئك الذين ذكرناهم من قادة الرأي والعلماء والمفكرون ورجال الدين وكل قادة الرأي في المجتمع، لأنهم مغيبون، فتسود الفكرة الضالة المضلة كما نرى عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة. لم تقف عند أن غدت مسحا ساذجا من الاستهتار السياسي وأيقونة مشروخة في النسيج اللغوي الذي يستعصي رتقه، بل أجبر الناس من حيث لا يرضون على تسلق مضارب لغة بعثت من بعد موت، وتحديدا اللغة التجرينية، حيث تشير عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة وثائق التاريخ القريب، وهذه ليست فبركة أو حديث من وحي الخيال أو شيئا من ألق الشعر وجنونه، لكن وثائق، أي في الفترة الفيدرالية تحديدا، أن كل من يحرر طلب خدمة أو يتقدم بعرض حال لأي مكتب رسمي على نطاق الوطن آنذاك كان يطلب منه أن يترجم ما تقدم به إلى واحدة من اللغات التالية: إما يترجم ما هو مكتوب إلى اللغة العربية، أو إلى اللغة الإيطالية، أو إلى اللغة الإنجليزية. هكذا كانت في الفترة بتاعت الأربعينات. ولذلك وهذا لا ينفي أن اللغة التجرينية أنها ليست، أو لا يؤكد أنها ليست لغة إريترية، لكن لماذا كان يطلب منه ترجمة ما هو مكتوب؟ لأنه التدريس في تلك المرحلة معظمه كان باللغة العربية. أي موظف جالس مسلم مسيحي أيا كان جالس في مكتب رسمي يعرف اللغة العربية لأنه درس بها. وكذلك كان يعرف اللغة الإيطالية لأنه برضو كانت لغة المستعمر، ثم جاء الإنجليز برضو لغة المستعمر. ومع دوران العجلة للأيام أو دوران عجلة الأيام عزيز المشاهد، واستبسال
واستنطاق ماكينة تقوية التجرينية دون استحياء مستوجب بشأن رديفتها من اللغات السامية على الأقل العربية. ثم جاءت فترة الثورة بغضها وقضيضها، سيما لدى تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا على وجه الخصوص، حيث فرض لغة واحدة لزاما وفرضا قهريا، بغض النظر سواء أملتها مؤامرة وطنية أم ضرورة ذاتية أم مخطط شخصي محض غير جامع، لتنتشر تلك اللغة من بعد موت في ميادين التدريب العسكري، وسوحها أيضا في مضمار التأهيل السياسي والتثقيف الأحادي، لتكون النتيجة الحتمية. ومن حيث لا تدري اللغة التجرينية ذاتها أن تخرج لها جيش عرمرم تم تشكيله وتخليقه تخليقا ليدفع عنها ذلك الجيش الجرار بالنفس والنفيس، وكل من تسول له لغته غير التجرينية إلى موائد لغات أخرى للجلوس، سواء كانت تلك الدائرة مستديرة أو غير ذلك، فكل من تسول له نفسه ويطالب بحقه في المشاركة بلغته بثقافته فيوضع في دائرة الاتهام، وقد تطلق عليه أوصاف عدة ومنها الخيانة الوطنية وما إلى ذلك، حدث ولا حرج. الغريب عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن اللغة تلك التجرينية تحديدا غدت لدى سواد أعظم من أهل الداخل والخارج معا فرمانا وطنيا وحيدا يؤهل صاحبها أو صاحبه إلى تولي وظيفة أو أداة للتباهي أو وسيلة للتناطح أو مشكاة للتدليس ومعولا للهدم، أي هدم المكون برمته. يبقى من هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، الناس ينظرون إلى المشكل الوطني من الزوايا السياسية والزوايا الاقتصادية وهكذا، ولكن المشكل يكمن في المشكل اللغوي كما نراه. وبالتالي فإننا إذا ما أردنا أن نهيئ لهذا المجتمع حياة مستقرة وتنداح بين الناس حياة العدالة والمساواة والكرامة، لا بد أن نتصالح في موضوع اللغة ونعيد ترتيب الأمور ترتيبا كاملا بما يتوافق، والتركيبة الوطنية وعدم فرض لغة بعينها. طبعا هذه اللغة خدمتها، لغة التجرينية خدمتها أشياء وأشياء وأنظمة، وخدمتها مشاريع كبرى حتى بما فيها مشاريع أقليمية، ولا أستبعد أن تكون هناك مشاريع دولية كذلك. ودعوني في ختام هذه الحلقة أشير إلى واقعة يعني حدثت في فترة ما بعد 91، وأنا في كل حلقة أحاول أن أتحدث عن شواهد من ما عايشناه. في يوم من الأيام عقد الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا مسابقة للمعلومات العامة، وكانت باللغة العربية، فكلفت بتقديمها والإشراف عليها، وأيضا كنت المقدم لنهاية الحفل أو لنهاية المسابقة، حيث تقديم الجوائز للمتسابقين أو للفائزين في مسابقة المعلومات العامة. هي كانت جاءت في واحدة من المناسبات الوطنية. وفي دار الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا يعني لم تكن هناك مشكلة لغوية حقيقة في دار الاتحاد،
حيث كان العاملين أو العاملون عفوا في الموظفون في دار الاتحاد الوطني شباب وطلبة إريتريا معظمهم كانوا يتحدثون أكثر من لغة، خاصة القادة الكبار في قيادات الإدارات داخل الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا، وكانوا يتحدثون أكثر من لغة محلية وغير ذلك. لماذا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة قد تتساءل؟ لأنهم معظمهم كانوا من المسلمين، والمسلم في إريتريا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة هو متصالح مع اللغات، هو كده بخلقته بفهم أكثر من لغة. أول هذه اللغة المتنازع عليها من بين الفرقاء والمستعمرين على وجه التحديد والمتنفذين على أمر البلاد والعباد منذ الاستعمار الأول وحتى هذا العهد، معظمهم عندهم خصومة مع هذه اللغة العربية، لأنهم يعني لهم تفسيرات معينة في هذا المجتمع. وأعتقد يمكن تلخيصها أنه لو حاربت هذه اللغة يمكن أن تحارب فئة عظمى من الشعب الإريتري من المجتمع، وسينتج عنه اصطفاف، وبالتالي الوحدة واللحمة الوطنية ما حتكون موجودة مع اللغات الأخرى. هكذا استخدم المستعمار كل موضوع اللغة، ولذلك المسلمين هم متصالحين مع هذه اللغات، وهذه اللغة المفترى عليها هم أصلا لغتهم ويتحدثوا بها، معها إما يتحدث تيغري، تيغرينيا، ساهو، بليد، وهكذا. تلاقيه يفهم أكثر من 3 لغات من بين هذه اللغات، ده في الغالب، ليس الكل طبعا، ومعها اللغات الأخرى سواء استعمارية أو غير استعمارية. وبالتالي لم تكن في دار الاتحاد الوطني للشباب والطلبة تلك المشكلة، ولذلك عقد مسابقة المعلومات العامة باللغة العربية، وكان يعمل مسابقات بالتجرينية والتجري والعربي وما إلى ذلك. وقد يتبادر سؤال إلى ذهن المشاهد والمشاهدة: ما هو الاتحاد الذي تتحدث عنه الآن؟ هو جزء من المنظومة السياسية التي كانت، نعم المنظومة، ولكن أنا أقول إنه إذا دخلنا في العمق إنه الاتحاد كان له رؤية، أنا أعتقد لو كان أخذ بها في كثير من تصاريف الحياة السياسية في إريتريا، لو كان أخذت بها الحكومة كانت تخطت كثير من العقبات، وهذا ليس حمدا للشبيبة، يتحملوا أشياء لكن كانت لديهم النظرة الوطنية والله كانت موجودة يعني. وهذه ليست مكان لتوزيع الشهادات، لكن هم جزء من المنظومة ما في شك، لكن كان لهم رؤية ولذلك معظم المسؤولين كلهم من رئيس الاتحاد من عهد الأخ العزيز محي الدين شنقب إلى هذا العهد هم كل رؤساء الاتحاد كلهم مسلمين، يعني كلهم مسلمين الذين مروا على الاتحاد وعلى نيابة رئاسة الاتحاد وعلى إدارة الأقسام الأخرى للاتحاد. هذه ليست هي بقت كيف، أنا ما أجد لها تفسير، لكن هكذا نشأ. ولذلك دار الاتحاد نظم تلك المسابقة، فأنا جيت أقدم الحفل الختامي، وكنت برضو مشارك في الإشراف على المسابقة وتقديم الأسئلة وما إلى ذلك. فجاءنا في نهاية اليوم واحد وزير، هو الوزير عثمان صالح، وزير الخارجية الآن بين قوسين، ساعتها كان وزيرا للتعليم، فأتي به على أن يوزع الشهادات للفائزين. وأنا بضرب مثال للموديل لما تم تقرنته في المجتمع. مثال يعني الوزير جاي مسابقة بتاعت لغة عربية، المتحدثين كلهم لغة عربية، واللغة التي كانت سائدة كلها كانت لغة عربية. فصعد الوزير معاليه إلى المنصة، قدمته وجاء، فبدأ شايف الكلام ده كله باللغة العربية والأسماء كلها عربية وإلى ذلك. فبدأ هو الميكروفون كان مفتوح، فأنا سألني قال لي اتكلم بإيش؟ قلت له والله هي مسابقة باللغة العربية معالي الوزير والناس ديل هناك.
فالناس سمعوا الكلام بالعربي بالعربي بالعربي. معالي الوزير عثمان صالح، لأنه هو يعني طبعا ما هو خريج تلك التجربة الهيمنة اللغوية التي نتحدث عنها، الوزير استمات أن لا يتحدث باللغة العربية. يا أخي حتى لو من ناحية دبلوماسية ومن ناحية سياسية ومن ناحية أخلاقية وناحية تربوية، ومعاليه جاي من وزارة التعليم، فالقاعة كلها تقول طلبة، يعني قاعة ملانة عن بكرة أبيها، يعني ملانة فل، يعني حضور كبير يعني قبل أن يتفرق الناس، وأصر الحضور على أن يتحدث باللغة العربية معالي الوزير، والوزير مستميت أنه ما حيتحدث باللغة العربية. وخلاص أنا بقيت أتفرج يعني كيف تنتهي هذه المسرحية يعني، أو هذه المعركة، خلينا نقولها هي معركة حقوقية يعني. فالمهم تلك كده وكده وكده ومسك المايك. انا والله قلت خلاص حيتحدث ان شاء الله يكسر، هو يتكلم عربي بالمناسبه، هو يتحدث ويونس معاك اذا لقيت ويتحدث يعني. ورجل قرأ القرآن وما مر بالخلاوه والشيخ في قلبه ايمان ما ايمان هذه لا تعنينا، لكن هو رجل مر بهذه اللغه فيمكن ان يتحدث السلام عليكم المسابقه كويس كلام العادي ده. فإذا بي يأخذ الميكروفون ويتحدث باللغة التجرينية رغم أنف الحضور، وشاء من شاء وأبى من أبى. والجماعة برضو محتجين يعني، وبقى كلامه ضايع بين الاعتراض، لغة الاعتراض وبتاع، ما في زول سمع كلمته، وهو استمات يعني مع الوزير واستخدم كل أدواته، سلاح النظرة ورفع الصوت وكده ودقيقة، وبرضه استخدم الإناء. اسمع خلوا بالإناء وأنا حتكلم أسمعه. كانت معركة غريبة جدا جدا. هذه لم تكن يعني لم تأتي مصادفة، هي نتاج لهذه الهيمنة والعربدة والاستخفاف بالحقوق اللغوية لدى الشعب الإريتري. واصل الوزير بلغته، تحدث بالتجرينيا وما في مستمع، والجماعة هنا وبتاع، وبعدين اختصره هو كمان وبتاع، وفي النهاية رمى الميكروفون يعني. هذه أنا جبتها كمثال لما تم في البلد. الكلام ده في قبل 95 96 وجرى، واستمرت المأساة إلى هذا اليوم، فحدث ولا حرج. الآن عادي جدا جدا، يعني تلاقي واحد ما يمكن لا يستطيع أن يعبر بتلك اللغة يجبر على أن يتحدث بها، يجيبوه في الإعلام، والشواهد كثيرة. وهذا المقال كان هو وحي من وحي متابعة لمقابلة، ما دار أخش في تفاصيله، لكن كيف تم سلخ هذا المجتمع وفصله عن جذوره. ونحن لسنا ضد اللغة التجرينية، هي واحدة من اللغات الإريترية، لكن لا تفرضها على المجتمع فتعلن حربا لغوية لا يعلم نهايتها إلا الله. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، أنا أشكركم باسم كل طاقم العمل في شبكة سلام الإعلامية، طاقم العمل الفني وغير ذلك في برنامج مع اللغة العربية. آمل سيداتي سادتي أن نكون قدمنا لكم ما هو مفيد وما يلامس شيء من أشياء اللغة. ألتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا ويحفظ لغاتنا جميعا، حتى ما تخلق لنا أرضية نتعايش بها ومعها. وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا، وأن يحقق أمانينا فيما يحب ويرضى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يحفظنا ويحفظ وطننا ويحفظ ديننا ولغتنا إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم جزيل الشكر، وآمل أن ألتقيكم في الحلقة القادمة.
تحياتي لكم، محدثكم أحمد شريف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.